السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح أول موقع من المواقع اللي احنا نزلناها اللي بتدعم موديل نانو بنانا برو الجديد. أول موقع معانا وهو أسهلهم وقوي جدا إليم أرينا. إليم أرينا ده هنعمل فيه خطوتين علشان نستخدم الموديل. أول حاجة بس هندوس على الزرار ده. أنا عامل لوجن، أنت هتسجل لوجن عادي جدا بأي إيميل معاك، وممكن اول ما المحاولات تخلص تسجل بايميل تاني. هو تعدد الايميلات مسموح فيه عادي. هتيجي على كلمه باتل دي وتدوس عليها. هنا الاختيار التاني سايد باي سايد، يعني صفحه قصاد صفحه، يعني موديل قصاد موديل. الاثنين موديل بيشتغلوا قصاد بعض. مثلا هتخلي سي دريم 4 يشتغل قصاد نانو بنانا برو وتقارن ما بين الاثنين النتيجه بتاعتهم. احنا هنستخدمه هنا دايركت شات، اللي هو هنختار موديل محدد يعمل لنا الصوره. هندوس على دايركت شات، ولكن هنا مش هتلاقي ايه الموديل اللي احنا عايزينه. هتلاقيه بس مش هيتحدد لك على طول. فانت هتيجي على الزرار ده اللي هو جنريت ايمج، هيظهر لك اسمه هنا جنريت ايمج. هتدوس عليه هتلاقيه على طول اختار لك جيميناي 3 برو نانو بنانا. تمام. مثلا هنجرب على اي برومت عادي جدا. هجيب برومت واحطه من غير صوره. هننتظر شويه. لازم يجيب لك سكيورتي وتقول له انا لسه برنامج ريبورت. دي حاجة عادية جدا في الموقع، بتظهر كتير. هننتظر شوية لحد ما يخلص إنشاء الصورة يعمل لها جنريت. وخلوا بالكم إن أي برومت لازم تكون مذكورة في التفاصيل. يعني مثلا هنا هتلاقي الفكرة، هنا اللايتنج الإضاءة، هنا واصف الباك جراوند، هنا الإليمنتس العناصر، هنا التكست اللي هيتكتب أو التايبوجرافي، هنا الكلر باليت الألوان اللي هي الطاغية في التصميم، هنا الستايل ذات نفسه سايبر بانك كذا أو أي ستايل تاني، هنا الكومبوزيشن، هنا الاكسترا اللي بيضاعف. هنا خلاص خلص التصميم. ايه رأيكم؟ يعني جودة ما بعدها جودة الصراحة. ف ولما لو عوزت تنزل الصورة علامة التنزيل دي داونلود، هتعمل داونلود عادي وتسيبها على الجهاز. ممكن تستخدمه من الكمبيوتر، من الموبايل، من التابلت، من أي جهاز بيشتغل عادي. بس هنا الفرق في التفاصيل في موديل نانو بنانا برو. يعني لو جيت على أي موقع تاني، أول حاجة المزايا اللي فيه إن هو كاتب عربي. تمام. والخطوط انت تقدر تتحكم فيها. اكيد شايفين التفاصيل. كل ما زادت التفاصيل في البرومت كل ما النتيجة بقت احلى وارقى. فانت ان شاء الله عاملين قناة على الواتس تشانل بننزل عليها كل جديد للذكاء الاصطناعي والاي اي والشرح الجديد. هتلاقوا رابط في الوصف او التعليق، وبرضه هتلاقوا رابط الموقع ده. شكرا جدا.